عزيزي المشاهد، ان جينا للحق الفيديو ده كان لازم يتصور بعد مباراة صن داونز والوداد. ما كان لازم ينزل بدري، صح؟ انت كنت مستنيه ينزل بدري وبتسأل نفسك وابو الجروح بقاله 4 ايام غايب ليه؟ ما تعرفش بقى احنا اتحسدنا ولا اتنظرنا ولا ايه اللي حصل في الكوكب؟ احنا ما احناش عارفين. ولكن عزيزي المشاهد الفيديو ده كان المفروض ينزل قبل مباراة الوداد وصن داونز. ولكن انا قلت لا عشان نتكلم في كل حاجه وكل حاجه تبقى موجوده في فيديو واحد وما نقعدش نرغي في حاجات كتير جدا على كذا فيديو ونبقى بنشتغل الناس وخلاص. لا، خلينا نكون يعني واضحين، يعني بقى واضحين. المهم يا فندم، تجد ان الوداد يصعد على حساب صن داونز بعد المباراه انتهت بنتيجه 2-2. عزيزي المشاهد، نيجي هنا لتصريحات الكابتن رضا عبد العال اللي كانت امبارح. تصريحات الكابتن رضا عبد العال ما تعرفش هو خلق لكي يعني يضايق جماهير النادي الاهلي عشان يستفز الاهلاويه، عشان يقول تصريحات ضد النادي الاهلي وخلاص. هو في اي حاله من الحالات الاهلي كسبان 3 4 5 9 خسران عنده الاهلي وحش وخلاص، من باب ان الاهلي وحش. يعني احنا مش هنقعد بقى نتناقش هو وحش ليه، لا هو وحش. طب اسباب؟ لا مفيش اسباب، هو وحش. المهم يا فندم، في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجات كتير جدا. فوز النادي الاهلي على الترجي امبارح 1-0 على ارضه في استاد القاهره، بعد ما فاز في رادس 3-0 على الترجي. وبرده لحد دلوقتي خلينا متفقين ان الكابتن رضا عبد العال شايف النادي الاهلي فرقه فاضيه. يعني الكابتن رضا عبد العال شايف الاهلي فرقه فاضيه. طب معلش يا كابتن رضا، لو خدنا بمقاييس حضرتك ان النادي الاهلي فرقه فاضيه، يعني بما ان حضرتك لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك وبتحلل كرة للاهلي وللزمالك وبتقول ارائك في الاهلي وفي الزمالك، نجي على صعيد اخر بقى نادي الزمالك. حضرتك لو الاهلي فرقه فاضيه، الزمالك بقى لو هنيجي نقيس المعايير اللي حضرتك بتقيس بيها على النادي الاهلي بعد ما بيكسب وبيفشخ الواقع ارقام كده خزعبليه ويكسب لك الترجي 3-0 على ارض الترجي، تمام؟ حضرتك شايف الزمالك فين بقى؟ يعني من نظره حضرتك كده الزمالك فين في المشمش؟ الزمالك هباء، على رأي عادل شاكل، كاسكليادا اللي ابوه وفي النفخون. مفيش نقاش بقى في الموضوع، مش هنتكلم على الزمالك اصلا. ولكن الزمالك ملوش علاقه بالموضوع ده، فمش هنجيب سيرته ولا هنتكلم عنه. ولكن قبل ما اتكلم مع حضرتك في اي حاجه، خليني اقول لك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. وعايز اقول لحضرتك على حاجه. فاكر زمان لما كنا بننزل كل يوم فيديو؟ دلوقتي بقينا بننزل كل 3 4 ايام فيديو. خليني اقول لحضرتك على حاجه. بصراحه كده الفتره اللي فاتت التفاعل ما كانش احسن حاجه، فانا يعني ما كنتش بصور بصراحه. يعني ما كنتش بصور، كنت حاسس الناس بقى بدات تمل، بدات تزهق ان في كل يوم فيديو بتاع. ولكن كميه رسائل بتقول لي يا ابو جروح احنا عايزين كل يوم فيديوهين مش طبيعيه. فانا بشكركم جدا ان انتوا بتحبوني، لان انا بحب اللي يحبني قوي. يعني فانا من النوع ده من البني ادم، انا اعشق البني ادم اللي يحبني. فالفيديو ده لو وصل ل 5000 لايك صدقني هنزل كل يوم فيديو. عايز اقول لحضرتك ان الرسائل المباشره في البث المباشر بتاعت الفيديو انا ببقى متابعها وبرد عليها رساله. بعد الفيديو بقعد كده ساعتين بعد الفيديو اقعد اقرا كل الكومنتات، فاكتب كومنت وقول لي رايك. خلينا نتناقش حول تصريحات الكابتن رضا عبد العال، حول مباراه النادي الاهلي والترجي. خلينا نتناقش في حاجات كتير جدا وانا هرد عليك واقول لك وجهه نظري لو وجهه نظري تهم حضرتك. ندخل بقى في موضوعنا، ويا ريت نوصله ل 5000 لايك. ولو وصل ل 5000 لايك هننزل كل يوم فيديو، كل يوم فيديو. عزيزي المشاهد، النادي الاهلي والترجي، مباراه انتهت بفوز النادي الاهلي ب1-0 عن طريق هدف احرزه حسين الشحات من ثرو عالمي من بيرسي تاو، علشان النادي الاهلي يقتل المباراه ويقتل كل طموح الترجي في ثانيه. في ثانيه يمحي طموح نادي الترجي في ثانيه. في ثانيه يا بيه. لو كنت جاي بتلعب علشان تجيب 3 اجوان وتتعادل وبعد كده حلها 1000 حلال، لا انت محتاج 4 عشان تتعادل. انت محتاج 4 اجوان عشان تتعادل. فالمهمه اتصعبت جدا لدرجه ان انت بقيت تلاقي في المباراه لعيبه الترجي هي اللي مثلا لما الكره بتطلع اوت يداري الكره من لعيب الاهلي. يا ابني انت اللي عايز ترجع في النتيجه، انت مش متعادل، انت مش كسبان، انت عايز ترجع في النتيجه، انت عايز تلعب الكره بسرعه، لا هو اللي يجي يمسك الكره.
في فاول تلاقيه هو خد الكرة وخلاها في حضنه عقبال ما الدنيا تهدى وعقبال يا بيه انت عايز ده بقى دل على شيء يدل على ان هم باعوا الماتش واستسلموا من اول ما الجون جه، او هم اصلا جايين من تونس بايعين بايعين القضيه. قال لك النادي الاهلي ده نادي كبير ولو فاق علينا شويتين هيطرقع علينا. يا عم ده ما بيلعبش بالشناوي، ده بيلعب بعلي لطفي، ما الشناوي مصاب. المهم يعني النادي الاهلي ادى الطريحه الكامله للترجي امبارح. ينقص الوداد اللي كان النادي الاهلي لعب قدامه نهائي فات وخلص النهائي ده بفضيحه على ارض الوداد. بفضيحه على ارض الوداد. النادي الاهلي والوداد والماتش خلص ساب لنا تساؤلات كتير جدا 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 جدا. وهنا بقى عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي له صقر، مش صقر، لا صقر يصقر عند الوداد. ليه حق محتاج ياخده، ليه تخليص حسابات محتاج يخلصها. وما ادراك ما الاهلي في المواقف اللي بيحتاج فيها تخليص حساباته. عزيزي المشاهد الله يكون في عون الوداد، الله يكون في عون الوداد يا فندم. النادي الاهلي هينزل يمسح بين نجيله حرفيا. لو هنتكلم عن ماتش امبارح ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي هتجد ان الماتش يعني كان اكتر من رائع. ونيجي لتصريحات الكابتن رضا عبد العال اللي كان بيتكلم ان النادي الاهلي فرقه فاضيه، وان هو لو الاهلي بيكسب فهو بيكسب عشان جمهور النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي. اما المفروض هو يكسب عشان مين يعني حضرتك بتقول هو المفروض بيكسب عشان الجمهور النادي الاهلي وعشان ده النادي الاهلي. يعني ما هو ايوه ما هو بيكسب عشان كده فعلا. يعني ايه الشماته والشتيمه في اللي حضرتك بتقوله؟ ما هو دي الحقيقه. يعني هو النادي الاهلي فبيكسب، زي مثلا نادي الزمالك فما بيكسبش، زي مثلا بيراميدز فما بياخدش بطوله مع انه بيصرف ملايين ومليانه. فيعني ايه الجديد في اللي حضرتك بتقوله؟ حضرتك مش مقتنع بمارسيل كولر انه مدرب بيفهم؟ حضرتك شايف كولر على الله يا كابتن رضا؟ ده انت مسكت طنطا وهي في الممتاز بنجيبها من الساحات الشعبيه دلوقتي يا كابتن رضا. يا كابتن رضا ده انت قلت على نفسك اكبر الهجاصين ومش عاجبك مارسيل كولر؟ يا نهار اسود ومقطرن. مش عاجبك الاهلي؟ امال مين اللي عاجبك؟ مين في مصر عاجبك؟ قال لك لا لو قابل سان داونز هيطرقع له. يا عم صلي على النبي يا كابتن رضا هتقول كلام في محله، هتقول حله وحله يا ما تقولش خالص. يعني وانا مع فكره ان انت بتقولش خالص دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاجه غريبه جدا والله. يعني لا كولر عاجبه ولا النادي الاهلي عاجبه، وقال لك هو بيكسب عشان هو النادي الاهلي. المفروض هيكسب عشان امي. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الواحد هيطلع عن شعور ويقول كلام ما ينفعش يتقال. ولكن عزيزي المشاهد ده ان دل على شيء يدل على ان انت يعني مهما حكيتها في النادي الاهلي بالحلو او بالوحش فانت هتتشاف وتتسمعوا. فتلاقي اغلب الناس بقوا دلوقتي بيحكوها في النادي الاهلي اذا كان بالحلو او اذا كان بالوحش عشان يتشافوا عشان يتسمعوا. عزيزي المشاهد في فرق كبير قوي ما بين حد بيحكها وما بين حد بيقول الحق واللي يملا ضميره عليه. عزيزي المشاهد مباراة نادي الاهلي والوداد كنا نتمنى ان احنا نشوف سان داونز بيلعب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان هيكسب برضه. لان كنت سان داونز من الفرق الافريقيه او هي الفرقه الافريقيه الوحيده اللي بتلعب كوره حلوه. تيجي بقى قدام النادي الاهلي وهي فرقه افريقيه برضه بتلعب كوره حلوه جدا وبتلعب كل ماتش بطريقته. كنا هنتفرج على ماتش عالمي بقالنا كتير جدا ما شفناهوش. يعني فاكر انت الماتش اللي فات ده بتاع الريال والسيتي اللي خسروا فيه الريال؟ مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان جماهير الريال ما تتضايقش، ولكن كنا هنتفرج على ماتش كوره حلو ممتع من طرفين. المهم عزيزي المشاهد علشان ما اطولش على حضرتك قول لي طول. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت، تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو ده مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.